تأكيد الاستلام، تأكيد الاستلام. ايه البونص ده؟ بيقول لك في بونص. ايه البونص ده؟ بونص إيه؟ بص ما كملناش برضو دي، يعني انا لسه نازل ما بقاليش دقيقتين بالظبط، نازل دقيقتين لقيت التليفون بيرن اوردر جديد. يا صباح الفل على كل اخواتي، نوركم كله خير ورزق ان شاء الله. ان شاء الله معانا النهارده بقى ايه؟ طلبات زي ما انت شايف دوت. هجرب تجربه طلبات. اقول لك كل حاجه عن طلبات، ازاي تقدم، الورق المطلوب، سعر الاوردر كام، مواعيد ايه، ازاي تختار شيفت، ازاي تستلم الاوردر، ازاي تروح تطلبه من المطعم، ازاي توصله عميل، ازاي تستقبله على التليفون. كل حاجه كل حاجه. الطلبات دي انا كنت شغالها من حوالي 3 سنين. وبعد كده سبتها ونزلت اوبر. بصراحه لما جيت رجعت كلمت الناس والناس رحبوا جامد جدا. مكتب محترم. مكتب مفيش بعد كده دعم 24 ساعه في 48 ساعه، اي وقت تكلمهم بتلاقيهم. تعاون مفيش بعد كده، الناس متعاونه، الناس محترمه، ناس بتقدر. هقول لك كل حاجه وتفاصيل كل حاجه في اخر الفيديو ده. احنا بنشتغل في اوبر 5 و6 ساعات، هننزل نشتغلهم في طلبات ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. انت طبعا عارف الشغل بتاع اوبر اللي انا بشتغله اوبر بيبقى عامل ازاي. نجرب التجربه بقى، الشغل ال5 6 ساعات ده في طلبات، هنشوف الدنيا عامله ازاي. ناس بتقول لك 500، ناس بتقول لك 600، ناس بتقول لك 400. احنا هنبقى على ارض الواقع وكانك انت اللي شغال بالظبط، هتشوف وهتعرف كل حاجه بعينيك. اهم حاجه تصلي على النبي وتدي لي دعوه حلوه من قلبك بس. كده يا اخواتي بدأنا الشيفت اهو. تمام. احنا هنا كده في المهندسين، منزلين مهندسين زمالك دقة عجوزة، أرض اللواء بولاق وراق. دي تقريبا يعني الخريطة بتاعت المكان اللي احنا هنشتغل فيه. فربنا يكرم كده بأي أوردر. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي كده، نحاول نقرب ناحية المطاعم عشان احنا هنا كده أصلا إيه، في آخر أحمد عرابي. ننزل حتى على جامعة الدول كده عند المطاعم والكلام ده كله. انا النهارده السبت، انا كده بقى لي بتاع نص ساعه واقف ما جاليش حاجه. ايوه انت بتقول السبت بيبقى مريح، لكن الجمعه ممكن بروح ارجع بالسبت. ليه مفيش امور. جالنا اوردر اهو. كان مين ده؟ سيرنت عارفه. سيرنت عارفه. كان السلنت ده سينابون. سينابون. اه ده بقى في الزمالك ده على الطريق من بره. بطلع من الفلوس كده. اه ابلغه بالشباك بقى صح؟ ايه؟ سنة عادي كده. بقول لك ابلغه بالشباك. اه الشباك ده 81 فيزا ولا كاش؟ لما يقول لك لما يتم الدفع للمطعم يبقى فيزا. اه لو فلوس هيظهر لك المبلغ ده. اصل البرنامج اتغير عن زمان كتير قوي. انا كنت البرنامج أيوة ما كانش ده كده، ده اول ما نزل ده كان البرنامج ده ولا مفيش الكلام ده خالص. افتح مش عارف ايه. زي كده دفع نقدا للبائع. كده انت هتدفع. كده انت مطعم ايه ده؟ فول فلافل ايه؟ طيبين؟ ماشي يا اخويا، الله يرزقك، اقابلك تاني ان شاء الله. كده احنا قابلنا اوردر اهو من محل اسمه سينابون. هنروح نبلغه بالاوردر. يقول لك المفروض تقول له الشباك ده شباك 14 81. انت تقول له اخر رقمين مثلا شباك 81. المفروض ان المطعم هنا كده السينابون ده فين؟ احنا ممكن نمشي على الخريطه اهو. ندوس كده ونمشي على الخريطه احسن ما نقعد نلف. شوفوا فين نبقى ماشيين صح. بقول ان هو قدام نادي الزمالك. يعني هو قدام نادي الزمالك ولا جنب نادي الزمالك؟ انا مش فاهم. اهو محل سينابون اهو. هو ده محل سينابون اهو، وصلنا له. نخش نبلغهم بقى بالاوردر.
ماشي. السلام عليكم. ايه ده الطلبات دي؟ البقع 80. كده يا اخواتي استلمنا الاوردر اهو. المفروض بقى نصوره عشان ايه يتم الاستلام. له صورة كده بس. تأكيد الاستلام، تأكيد الاستلام. تمام. بيقول لنا بقى فين العميل 142 السودان، دور التاسع. هنعمل كده انتقال خريطة، خريطة. تمام. ده اخر الشارع ده، بص اخر الشارع يمين. وادي اول اوردر. بسم الله. كاوتش. بص المطعم بقى اللي هي الحلويات دي احسن حاجه انها ما فيهاش تاخير. يعني انا فاكر من ايام ما كنت شغال من حوالي سنتين ونص 3 كده، كان المطاعم اللي بتاخر زي مطعم مثلا تيكا بتاع الاكل، كان ماكدونالدز، بس دلوقتي تقريبا لغوا التعاقد مع ماكدونالدز. عشان انا برضه انا مشيت بس متابع ايه الاخبار بتاعتهم. يعني عرفت ان هم لغوا التعاقد مع ماكدونالدز. كنا بنروح عند مطعم في الزمالك اسمه كريف، ده كنا بنتاخر عنده برضه جامد. مطاعم بقى اللي هي بتقدم الحلويات والقهوه والكلام ده لا ما بتتاخرش فيها خالص، فدي احسن المطاعم يعني. البول ده كنا بنتاخر فيه، مطعم بول. كده المفروض ان احنا وصلنا عند العماره بتاعت العميل. هو كاتب 142 اهي، 142 اهي. شفت هنا جنب الموتوسيكلات دي. السلام عليكم. طلع اوردر بس هنا خش، واقفل برضو المكتب. هو ده ولا في واحد فوق؟ يمكن يكون اللي فوق ده هو ده. الاوردر ده فيزا عشان حاسب على حاجه. والعميل بص يشمل إكرامية من العميل. العميل حاطط 5 جنيه تبس. تأخير والله. يا زمالة عامل ايه؟ الحمد لله. ده كاميرا دي ولا ايه؟ صور معانا؟ حبيبي احلى رجاله طلبات. مش لابس شيرت ليه؟ عشان 100 جنيه. عشان ايه؟ ب 100 جنيه. التيشيرت ب 100 جنيه؟ لا يا راجل. والله انا قلت انا اولى ب 100 جنيه. طب ما انت لو قابلك حد مش هيتكلم معاك ولا حاجه؟ ما بيقول لك في حاجه اسمها مش عارف باترول ولا مش عارف ايه. ايوه الباترول ده مش هيقول لك حاجه، ولا الكباتن ولا حاجه؟ انا ما قابلتوش من ساعه ما نزلت. بالك قد ايه نازل؟ بتاع 8 ايام ولا اسبوع. 8 ايام ما قابلتهمش؟ اه. طب ما بتروحش طلبات مرت؟ لا حبيبي. مساء الخير يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. انزل بقى عادي ولا اعمل ايه؟ هدوس ايه؟ ماشي. كده يا باشا وصلنا الاوردر اهو. اولاني نكتب تحت توصيل في اوردر تاني اهو. ندفع فيه 245 بول بيتزا برجر صدر. كده عايزين نروح نصلي العصر. نروح بقى ايه عند المكان المطعم ده، نركن المكنه هناك ونشوف مكان نصلي فيه قبل ما الاوردر يتحضر. بس هنضطر نخش نحاسب عليه الاول. نشوف هنعمل ايه مع بعض. بيني وبين الاوردر بتاع حوالي 3 كيلو. وشارع مصدق اخر الشارع ده كده شمال.
شارع السودان كده في شمال لازم صف. هو هنا مدخلني من جامعة الدول. جامعة الدول سليمان أباظة. ماشي هو أقرب من هنا. بص الاوردر بصراحة ما خدش معانا بتاع حوالي ما كملش 10 دقايق استلام وتسليم. يعني لما استلمنا الاوردر يا دوبك صورناه وتوجهنا على العميل على طول. ما خدش معانا وقت خالص يعني يمكن 10 دقايق تقريبا. ان شاء الله الاوردر بتاع البرجر ده نروح نلاقيه مثلا هو كده المفروض ان هو راح للمطعم. المفروض نروح نلاقيه جاهز مثلا ان شاء الله باذن الله. كده المفروض ان احنا وصلنا كان اللوكيشن بتاع المطعم. وانا فاكر اهو مطعم ديتز برجر اهو. هو انا فاكر ان هو هنا اهو. المفروض ان احنا نخش نبلغهم بالاوردر بقى جوه. السلام عليكم. يا حب جاب لي استلام. لا اقول له على الشباك ولا بقول لك اعمل لك كده. هيعمل ايه؟ بقول لك اعمل لك استلام وخش. يظهر فين بقى؟ هو الاخضر ده. اه كده جاهز. لا لسه. لما يجي ينور اخضر. لما ينور اخضر يبقى جاهز. ده جديد الكلام ده كله. ماشي. طب هو هيخرج يحاسبني بعد كده صح؟ عارف لما يخرج. ماشي. بيقول لك هيكتب لك جاهز. هيكتب لك هنا دي هتنور اخضر يبقى هو كده جاهز. تمام. المفروض يخرج يحاسبني بره بدل ما اخش له. كده كتب لي ان هو جاهز اهو. نخش نستلمه بقى من جوه. كم؟ 71 اهو. اتفضل. يا باشا الاوردر اهو نصوره كده المفروض. عارف لو صورت الارض تمام احسن من اللي انت بتعمله. لو صورت ايه؟ لو صورت الارض وبعت له تمام. اشمعنى؟ والله ليه طيب؟ لو صورت الارض وبعت له هتستلم. عادي يعني قصدك ان هو عادي يعني؟ تتعب نفسك وتصور. يا عم احنا بنعمل الصح. ماشي. هذا الاوردر في وادي النيل. ابن الوليد؟ ابن الوليد. لا مش عارف والله. شارع مصدق. شارع ايه؟ مصدق. مصدق اللي بره ده. اه برضه الاوردر ما خدش وقت. وبرضه الاوردر 3 كيلو. عايزين نصلي نعمل ايه؟ عايز اصلي اعمل ايه؟ صلي معاك الاوردر. اه اخش اصلي يعني؟ اه ماشي هعمل كده صح. انت صح. لا لا اروح اصلي الاول. ماشي حبيبي. هنروح نصلي. بص انا مش عارف يعني هو انا معايا الاوردر بس مش كده ان انا بقفله يجي لي اوردر تاني. فاحنا حاجه من الاثنين يا ما نسلمش الاوردر ونروح نصلي يا نروح نسلمه وما نقفلش الاوردر بس وندور على مسجد. بس الخوف ان انا بعد ما اسلمه واجي اقفله وما رضاش يتقفل. يقول لك مثلا لازم تقفله عند العميل فهضطر ارجع تاني مكان العميل. فاهم يعني؟ دي نقطه المفروض انا مش فاهم. انا مش عارفها بس انا بتوقع يعني ان هو اكيد هيقول لك حاجه زي كده. ان مش هيرضى يخليك تقفل الاوردر بعيد عن العميل اكيد يعني. فاهمني؟ فالاحسن ان احنا ايه نروح نصلي ونخلي الاوردر معانا. احنا مش هنكمل 5 دقايق ان شاء الله. فده احسن يعني. في مسجد هنا انا كنت بصلي فيه زمان في طريقنا يعني. يا باشا المسجد ده هنخش نصلي 5 دقايق ان شاء الله مش هتاخر عنه. كده الحمد لله دخلنا صلينا العصر ما كملناش 5 دقايق لقينا الاوردر. الاوردر لسه موجود الحمد لله. الدنيا هنا امان يعني بس ايه برضه يعني اطمن.
اه الف لك ماشي، الف لك وارجع لك. اه مساء الخير يا فندم، عامل ايه؟ تمام، اتفضل. منه 273 على كام؟ ماشي يا فندم، شكرا. مش تمام ماشي. تأكيد التوصيل، تأكيد. ايه البونص ده؟ بيقول لك في بونص. ايه البونص ده؟ بونص جديد لأبطالنا، 5 جنيه زيادة من الساعة 10 مساء يوم السبت 31 أغسطس الساعة 4 صباحا يوم الأحد 1/9. طبق عرض بالأوردر فقط. يعني بص كمان في بونص، يعني فوق سعر الأوردر عاملين لهم بونص من الساعة 10 لغاية الساعة 4 الصبح. يعني مثلا أنت لو بتشتغل شوردية ليل دي هتنفعك أوي، وبرضه ساعة المطوشة سمعت إن هم بيعملوا لهم بونص يعني. حلو، 5 جنيه زي على الأوردر. يعني أنت مثلا لو أوردر باتشي واحد ب 23 أو 24 يضيف عليه 5 جنيه، يعني في 29 بالاضافه 5 جنيه بالاضافه لسعر البونص. ماشي، حاجه حلوه. دينا وصلنا تاني اوردر، هنقف هنا كده نشوف اي حاجه، ربنا يكرم ان شاء الله. جالنا اوردر اهو 23 جنيه. منين ده؟ من ستاربكس اهو. ستاربكس جنبنا اهو. انا اهو والمطعم اهو. انا اهو كده والمطعم اهو كده الناحيه التانيه. هنلف من اللفه دي. كلها اوردرات جنب بعضها، كلها اوردرات قريبه الحمد لله. بقول لك ايه، وانا اخش ابلغه على الاوردر ولا هو يكتب لي جاهز؟ يديني جاهز. حلو النظام ده. بص، ولا تخش تبلغ ولا تعمل، ده الجديد بقى. ان انت ايه، اول ما دي تبقى جاهز في غضون كذا، اول ما تقدر يكتب لك جاهز، خلاص تخش ايه تقول له على الاوردر، خلاص كده الاوردر جاهز. ولا تخش تبلغ ولا تخش تعمل ولا تيجي جري عشان تبلغ على الاوردر يلحق يعمله زي حوار مرسول تفضل قاعد. ومش كل الاوردرات بتحاسب عليها. يعني انا في اوردر حسبت عليه اوردر كان فيزا تمام، وفي اوردر بيبقى شريك خلاص، هو المطعم هيحاسب الشركه هتحاسب العميل وبعد كده ترجع تحاسب المطعم هي. مالكش انت دعوه باي حاجه. نستنى بقى الاوردر دي تقدر، وبعد كده نخش نستلم الاوردر ان شاء الله. اهو كتب لي ان الاوردر جاهز اهو، وكمان طلع ان الاوردر ده فيزا. بص مكتوب هنا ايه، لا يتم الدفع لدى المطعم. خش انا ابلغه على الاوردر بس، اقول له 84 شباك. السلام عليكم. 84 كم؟ شباك 84. هو ده كده خلاص؟ يا باشا استلمنا الاوردر في السريع. تمام، هناخد له صوره كده. تمام، تأكيد الاستلام، تأكيد الاستلام. بس اهو الشهيد توفيق دبوس 19 من شارع النخيل. تمام، مش عارف انا العنوان مثلا، هديس على اهو انتقال اهو خرايط. تمام اهو بدر. مش عارف لو مش عارف يعني العنوان اهو. الف من جامعه الدول من الحته اللي قدام ديت، وارجع اخش. ده متهيألي شارع الاعناب ده ولا شارع الاعناب؟ والله الواحد لسه فاكر اهو. بعد كده شارع عبد الحميد لطفي. بعد كده الشارع اللي هو الفواكه. هو الفواكه ده متهيألي هو النخيل. تمام. بس الاوردر كده في قلب الايه، عشان دي شكلها درينكات بس هي اكيد متغلفه. تمام. تقول انت هيبقى معاك شنطه بس هي ايه جميل يعني، هو مغلفها حلو، وانا كده حطيتها بالاحكام. والعنوان مش بعيد يعني، متغيرش.
بص عشان كده بقى لما بيقول لك انا بعمل ممكن اعمل 3 اوردرات في الساعه، اوردرات في الساعه، الاوردرات كلها جنب بعضها. يعني المطاعم والاوردرات كلها جنب بعضها. قليل قوي لما بيجي لك اوردر مثلا عرض اللواء او امبابه الوراق او الكلام ده كله. انا الحمد لله ما صليتش، ان شاء الله مش هيصادفني يعني. بس الاوردرات كلها سهله وجنب بعضيها. يا دوبك اهو احنا عبرنا اتكلمنا خلاص، قربنا ايه نوصل عند العميل. هناخد الملف ده وتاني يمين هنكسر فيه اللي هو شارع الاعناب. كده المفروض ان انا وصلت مكان اللوكيشن بالظبط بتاع العماره بتاعت العميل. هي كاتب 19 شارع النخيل. هي دي؟ لا مش هي. 21 يبقى اللي بعديها اكيد 19. عماره 19 النخيل. في الحته الفاضيه دي نقفل المكنه. مش معنى ان هنا امان يبقى نسيب المكنه برضه مفتوحه، لا نقفلها عشان نبقى احنا ايه طالعين مطمنين. مساء الخير يا فندم. اتفضل. تمام كده يا باشا وصلنا الاوردر ده. الاوردر ده كمان فيزا اهو، تأكيد توصيل مدفوع عبر الانترنت. تمام. هنا رحله اهي. هيلسي اند تيستي. بص احنا مش عارفين الاوردر ده فين. انا بقول لك في عبد المنعم دوت ورانا هنا اهو. يعني احنا هنعمل الخريطه كده تمام، هنمشي بقى على الاتجاهات على الخريطه. ايه يا عم مالك اهو نبدأ. بص ما كملناش برضو دي، يعني انا لسه نازل ما بقاليش دقيقتين بالظبط، نازل دقيقتين لقيت التليفون بيرن اوردر جديد. ما بتقعدش يعني ما شاء الله، رغم ان النهارده السبت وناس كتير قالت لي الشغل بيبقى مريح يوم السبت، بس اهو الدنيا شغاله يعني ما شاء الله، مش مريحه ولا حاجه. او ممكن يكون بيبقى في شغل عن كده، يعني اللي هو مثلا بيديك اوردر على طول قبل ما تقفل التاني يكون جاهز في المطعم. ممكن يكون الشغل شغال عن كده. فاحنا ادينا بنجرب كل حاجه مع بعض. النهارده اول يوم طلبات تجربه يعني، هنشوف الدنيا فيها ايه اخر اليوم ان شاء الله باذن الله. اهو كده احنا وصلنا عند هيلسي عند تيستي. هو ده اهو هو ده. بص كل مره ببقى عايز اخش على جوه، لا احنا خلاص وصلنا، هنستنى اما يكتب لي جاهز خلاص اخش له انا بقى. عندك اوردر طلبات يا اخويا؟ استلمنا يا باشا الاوردر اهو، نديله صوره. تأكيد الاستلام تأكيد. تمام. بص يا باشا بيني وبين العميل مفيش كيلو 700 يعني كيلو ونص، حاجات بسيطة قوي. فين هو؟ في شارع النيل قريب هنا مش بعيد. فأنت مش عارف فاهم، فاتح الخريطة تعمل كده برنامج تمام، هدوس على التنقل فتح لك الخريطة على طول اهو. طلعتها في حسين المراوي.
نقفل المكنوش. كده يا باشا سلمنا الاوردر ده كمان. بص الاوردر ده فيه اكراميه، العميل حاطط اكراميه 15 جنيه، يعني الاكراميه دي هتنزل لك على الحساب بتاعك. نقفل بقى الاوردر تاكيد. في اوردر تاني بص على طول في وقتها اهو، قبول. العميل ده مطعم فول وطعميه صح؟ اهو مطعم فول وطعميه ولا بتاع بيتزا؟ بتاع بيتزا. جالنا يا باشا اوردر من ابو مازن السوري واحنا استلمناه اهو، تمام، وحاسبنا عليه 182، دفعنا 182 وهنروح نحاسب ايه العميل عليه. ما تدوس ليه ليه ما هو لسه مش جاهز. هو جاهز بس انا لسه كان معايا حاجات تقريبا. طب عليه رايح فين المتولي؟ فين المتولي ده؟ يا لهوي ده الوراق.